الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هاي بوريكم الفيس. يلا بينا اللي احنا عملناه اختراع. اللهم صل على حضرة النبي. سموا الليل كده وادخل برجلك اليمين وصلى على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيب قلبي نسيت ان انا اسلم عليك والله العظيم. اصل بص انا ما جيتش النهارده وشفتهم هم شغالين يعني بيعملوا ارضيه، فانا فرحانه قوي لما جيت شفت المنظر فدخلت على طول يعني الفرحه كانتني. نسيت اسلم عليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي يا رب تكونوا كده في اتم صحه وتكونوا يا رب يا رب ربنا يديكم سعاده الدنيا والاخره. اللهم امين يا رب. شوفوا يا حبايب قلبي طبعا زي ما قلت لكم قبل كده وهفضل اقولها لكم دايما، ده بيت حميدي وحمايه وسلايف وكده ربنا يبارك لهم يا رب وهم بركتنا يعني ربنا يديهم الصحه. فطبعا هم حبوا ان هم يعيشوا جنبينا. كتير منكم دايما قال لي ايه لما شافوا البيت بتاعي يا فاطمه هات حماتك تعيش معاك، يا فاطمه هات حماتك تعيش معاك. والله العظيم لسان الدلد بس هي ما ترضوش ما تحبش نعيش عند حد انت عارفين يعني. فطبعا طبعا البيت بتاعهم جبناهم هنا كده جنبينا اشتغلنا لهم في الجميل ده، فحبينا ان احنا ننور لهم البيت. هو هينور طبعا بيهم لما يدخلوه ويعبروا ان شاء الله، بس حبينا نعمل لهم شويه حاجات حلوه كده. قسما بالله عمت الغيط النهارده ما شافت البيت حماتي والله العظيم. بس هتنبهر والله العظيم هتنبهر بيه. حتى التصوير مش راضي اوريهولها. بس هتيجي تتفاجئ على طول كده. بصوا يا جماعه البلاطه كمان اللي في الارضيه، البلاطه دي اللهم صل على النبي تحفه. اللون اللي هو مش الابيض، اللون التلج ده عارفين يا جماعه لون التلج عشان تلاقي مع البلاطه دي. بصوا وخلي بالك كمان احنا هنعمل اللون ان شاء الله هيكون رصاصي فاتح. ايوه ان شاء الله. احنا جبنا على فكره انا نسيت اقول لكم على الطلبات اهو والله زي ما انتم شايفين جبنا الطلبات. والله يا ربنا يعين الناس كلها كل اللي يشطب يا رب، لان طبعا حاجه ايه مش عايزه اقول لكم على الغل والصيام الحاجه مولعه. طبعا دوت بنزيون او تينر او حاجه زي كده اللي بيستعملوه يعني في الالوان اهو بيخففوا منها الالوان والحاجات دي. تمام. طبعا الحاجات دي كمان اللي هم بيضيفوا عليها ايه اللي هم بيعملوا درجه منها، بيعملوا درجه الالوان منها. مش جايبين منها كتير لان يعني هي تغيير بس للون بتبقى بس بيتبلوا اللون يخففوه مش عارفه. معلش بقى استحملونا ان في تردد للصوت زي بعض عشان خاطر المكان فاضي اصلا. فرحانه بالبوك بتاعي اصله لسه جديد. ما لقاش. اوريكم بقى. وطبعا ده المعجون يا محمد. ده المعجون ايوه زي اللي كنا جايبينه بس احنا كنا جايبين شكير بيضه عليه. ايوه كانت شكر بيضه فعلا. بيضه صح؟ فعلا ايوه كانت شكر بيضه. بيضه. كنت فلوس دول صح؟ اغلى من ما احنا في علبه تاني لون برضه هنا تحت اهي جوه الكرتونه. ايوه في لا هم اتنين بس. عم طلعت بيقول لكم قولوا لهم انا اللي رحت جبته. قول لهم على صوتك. قاعد تعمل لنا شيء برضه. ايوه عارفين انت اللي غيرك عم طلع. طبعا برضه يعني رد على الحاقدين اللي بيقعدوا يقولوا ايه اصلي ده بيتها التاني ده بيتها الجديد. ايوه هو بيتي ما هو بيتي يعني حمايه وحماتي دول ايه ما هو ابويا وامي واخواتي يبقى يعني هو البيت اصلا يعني لما بيت ابويا ما كان بيتي انا ما هو ابو جوزي كان ايه ما هو ابويا برضه يعني يعتبر بيتنا برضه. ربنا ما يحرمناش منهم ويفضل مفتوح بحسهم يا رب. ده طبعا اصل بيقولوا ايه لا اصلي دي بتقول ان ده بيتها. ايوه. وزي ما انتوا شفتوا يا حبايب قلبي كده معانا في الفيديو في بدايته، انا حبيت ان انا اصور لكم كده بالصوت والصوره يعني علشان خاطر يعني تشوفوا حاجه كده على الطبيعه. اللهم صل على النبي. والله العظيم البيت بدأ ان هو يبان جماله ما شاء الله يعني حاجه زي الفل، وهتشوفوه كمان لما هيكمل خالص يعني بصراحه حاجه جميله جدا 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 والله العظيم.
وبرضو يعني البلاط نور البيت، وكمان الارضيه هتشوفوها برضو معي، والله العظيم حاجه زي الفل هتنبهروا. هو البلاط يعني احنا كنا جايبين ديكور غير ده خالص، بس ايه هو الديكور ده اللي كان ماشي مع البلاطه دي نفس، لانه بيبقى طقم على بعضه. يعني لما بتروحوا المعرض كده بتختاروا البلاطه بيبقى طقم كده على بعضه، بلاطه غامقه مع بلاطه فاتحه مع الديكور اللي هو بايه بيربط الحيطه من فوق، فاهميني؟ بس بسم الله ما شاء الله يعني، وظبطنا الدنيا من الالوانات برضو بتاعه الديكور وحاجه زي الفل يعني. كل اللي اقدر اقوله لكم ان انتوا ان شاء الله هتنبهروا. تمام. طبعا انتوا شايفين عمو طلعت وهو بيتكلم حاسين ان هو منفعل شويه يعني حاسين ان هو عايز هو بيقول كلمتين يعني كده، بيوجه كلمتين لناس معينين. بس انا ايه بقى قاعد قلت ايه ما باليها بقى يا عم طلعت عشان ما حدش يزعل وكده. بس هو والله العظيم عنده حق في كل كلمه جيلها. احنا خلي بالكم كنا عاملين الفيديو ده بالصوت، بس ايه عم طلعت لقيته يعني انفعل جو وقال كلام يعني كده وصل رسالة لناس معينة يعني. بس ايه فقلت لا ما بدهاش بقعد، والله فصلنا عملنا كتبنا الصوت وكده وقلنا ايه نسجل عليه احنا. طبعا الكلمتين دول الناس معينين هم عارفين نفسهم يعني، وعارفين ايه هو اللي اتقال لعم طلعت وايه الكلام اللي هم وصلوه. علشان خاطر كده يعني انا حابه برضك ان انا اوصل له رساله يعني. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى واقف معينا عشان خاطر كده، وعرفنا ربنا ان احنا ما بنعملش حاجه غلط، ودايما بنسعى للخير، دايما سعيين للخير. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى واقف معينا ويفضل واقف معانا دايما. يعني كلامكم لا هيقدم ولا هيأخر ولا هيعمل، كل بس اللي انتوا بتعملوه ان انتوا حابين ان انتوا تشوهوا صورة، حابين ان انتوا توجعوا بيننا وبين الناس. بس يعني انتوا قبل كده انتوا عملتوا مصايب كتيرة جو بصراحة يعني، مصايب ولو كانت حد غير وقع فيها ما كانش طلع منها. بس تقولي ايه بقى ربنا بيحبني يعني الحمد لله. فربنا الحمد لله برضو وقف معايا وطلعني مية، كله برضو من خبص وتلويصكم يعني. انتوا شغالين في الموضوع ده عايزين تمحوني من على اليوتيوب انا وجوزي يعني، وعايزين تمحوا شغلنا يعني. قبل كده برضو دخلتوا حابين ان انتوا توقعوا بيني وبين جوزي، وبرضه قلت لكم وجوزي قال مش هتقدروا توصلوا للي انتوا عايزينه من ناحية هنا، لان انا مش عيل مش صغير يعني قوي ان انا انجر ورا تعليقاتكم العبيطه. انت مالكش دور، هي اللي بتقول الدور كله ليا مش عارفه ايه. طبعا الكلام وصل لاصحابه، واكيد انتوا فهمتوا نفسكم انتوا مين، واكيد وصلتوا وعرفتوا انتوا قلتوا ايه لعمو طلعت. تمام. البلاطه الحمراء الجميله الورد دي يا جماعه انتوا عارفينها طبعا، البلاطه دي اللي احنا عاملين منها الواجهه بتاعتنا بتاعه البيت بتاعنا. انا هوريها لكم برضو لما الواجهه الحمد لله كملت وبقت زي الفل نورت البيت، هوريها لكم. بس هم اتبقوا عندنا دولة يجي 8-9 متر، فقلنا ايه نعمل بيهم الواجهة بتاعت بيت الجماعة بتاع ما طلعت. بس للأسف الصنايعي اتصرف من دماغه، لقيناه عمل الواجهة ببلاطة تاني خالص، ساب البلاطة الغالية النظيفة ده عملها في الحمام. يلا مش مهم، بس هي بصراحة حلوة جدا يعني برضو كمل. من ناحية عم طلعت والكلام اللي هو وصل له غير طبعا الكومنتات اللي الناس قاعدة تكتب. بص لما يجيلك كومنت في وسط 1000 كومنت ما تلحقش ان انت حتى تشوف، هو بيتكتب بس علشان يتصور ويتبعت لناس. هو اساسا انا ما شفتوش اصلا اتكتب امتى وازاي ما تعرفوش، بيتكتب بس عشان يتخذ اسكرينه ويتبعت لناس. طب ما انت هتستفادوا ايه من كل ده؟ انا عايزه افهم. انتوا حارجين دمكم بالكذب، عارفين انتوا هترتاحوا امتى لما تشيلونا من دماغكم. بس ازاي تشيلونا من دماغكم؟ الناجح محدش كده بيسيبه في حاله، واحنا الحمد لله يا رب الحمد لله نجحنا الحمد لله. فعلا انا لما كنت بكتب عنوان دايما بكتبه نجاحك مرارة هيكون شوكة كده في ظهر عدوك. فعلا والله العظيم كلام مش من فراغ يعني، انا عارفة انا بقول ايه وعارفة انا بعمل ايه كويس، وعارفة الدنيا اللي ماشية حواليا دايرة ازاي والناس اللي حواليا بيعملوا ايه. فطبعا عم طلعت الكلام اللي وصله انتوا فاكرين ان هو لما انت هتقولوا له الكلام ده يجي جالب علينا احنا، بالعكس هو جي جالب عليكم انتوا، لان هو راجل مش صغير يعني لافف في الدنيا وعارفها، راجل يعني معدي 60-70 سنة، استحيل ان هو هينجر ورا كلمتين عبطة فهمهم. ايوه معاكم انتوا، كان منجر معاكم وكان قاعد يقول ايوه حصل ما حصلش والكلام ده. بس طبعا بعد كده ايه فكر وفهم.
ايوه عندكوا حق. يعني انتوا ما تفتكروش ان الكلام بتاعكوا ده هيقدم ولا هيأخر، والاسكنونات اللي انتوا بتبعتوها دي بالله واشربوا ميتها، ولا تفرق معايا ولا تفرق معايا. انا كل هم بس ان انا اي مكان اكون فيه بس بيكون بخير والحمد لله. انا لما وقفت معاكم انا ما وقفتش لا قلت ان انا ده البيت ده اشتريته لهم، ولا قلت ان انا شغاله بفلوسي، ولا قلت اي حاجه. انا قلت ان انا واقفه معاهم مساعده انا وجوزي في البيت ان اللي هم بيجددوا، مش بدل ما نسيبهم لوحدهم. ما وقفتوش انتوا ليه معاهم يا اللي محموجين وما تبعتوا اسكرينات؟ هو كلام في الدار وخلاص. انا بس كل اللي ربنا بيقدرنا عليه انا بعمله انا وجوزي، وبرضه اللي بيجي يقول لك حابين ايه، نفرح معاه. اصل ام ادم قالت اصل ايه ده بيتي، ده بيت بيتنا بيتنا. زعلانين هو ليه؟ مش لما يكون بيت ابويا ماشي وبيت عمتها يبقى بيتنا تمام. يعني اللي جيني يقول لك اصل ايه ام ادم لما تقول في الفيديو ده بيتي، هو انتوا ما بتسمعوش اصلا، يعني ما بتسمعوش الفيديو. انتوا بتدخلوا على المنتدى تكتبوا كلمتين خبص وراهم وراهم حاجه بتاخدوها اسكرينه قبل ما احنا نطلع على الكلام اللي مش كويس ده ونحظره او نمسحه تمام. بتاخدوها اسكرينه وتبعتوها لمكان تاني عشان تكملوا مسيرة ايه الحقد بقى والحسد بقى والمشاكل بس. ولا يفرق معانا الكلام ده كله، يا ما حاولتوا كتير وما عرفتوش. وربنا دايما بينصرنا، يعني ربنا دايما بينصرنا، وادينا بنكمل وهننجل وهنفرش وكمان بنشطب البيت. احنا واقفين معاهم ان احنا فعلا عندنا خبرة في قصة تشطيب البيوت. وخلي بالكم والله حتى كمان احنا بنشتغل في بيتنا اهو، يعني احنا بنخلص هناك في البيت اللي في بيت ابويا ونيجي نشتغل في بيتنا احنا، نشتغل كمان عشان نكمل. ايوه يعني انا مش بستغلهم ولا حاجه هنا من انتوا هي اللي قاعدين. لا انا مش كي انا عندي شغل في البيت، ما انا عادي كان زي اي حد، واقول وانا ميلي هنا وانا ميلي اروح ولا اجي ولا اتعب نفسي، ما انا عندي شغل في البيت واللي الواحد اللي فيه مكفيه. لكن لا انا بحب ان انا اقف مع الناس، بحب ان انا اعمل اي حاجه حلوه. بحب برضه يعني الشغل ده لا مؤاخذه، يعني هم باعوا بيت تمام، اشتروا بيت تمام، ان كان معاهم قرشين بيصرفوهم على البيت. احنا بنجف زي ما انتم شايفين كده، انا ومراتي اهو تعبانين. ما احنا ممكن زي اي حد غيرنا، زي الخباصين اللي بيدخلوا ويعملوا وينقلوا كلام من هنا لهنا، وممكن نقول ايه احنا مين ما نريح دماغنا، ما احنا تعبانين في بيتنا لسه نتعب في بيت حد تاني. انما لا احنا بنقول برضو ايه ابرج الكبير كتر خيره، واخويا برضو لازم اقف معاه، ومراتي برضو بتقول عمتي اقف معاها وساعتها. اديكوا شايفين اهو، يعني احنا بنسيب شغلنا اللي في بيتنا، ما انا ممكن اروح اشتغل في بيتي واصوره وراح دماغي. انما لا ومحدش بيدينا حاجه، يعني هما الفلوس دي لمؤاخذه اللي هي الفرق بين البيت اللي باعوه والبيت اللي اشتروه تمام. يعني محدش كسر عنا بحاجه، محدش مدينا حاجه، ما بنقولش لحد ادينا حاجه لمؤاخذه عشان نشطب بيها ولا نعمل بيها. ده لمؤاخذه التشطيب ده فرق بين بيت وبيت، فرق فلوس. الفلوس اللي فاضت معاهم ان كانت 10,000 20,000 فاضت معاهم بيشتغلوا بيها في البيت، واحنا بنشتغل معاهم واقفين معاهم زي ما انتم شايفين اهو. يعني الخباصين بقى يكنوا بقى شويه على جنب شويه، كفايهم خبص بيحفروا ورانا. يعني ارتحنا وبعدنا وبرضه هنبعد دي تاني، نسيب لكم الدنيا كلها ونمشي خلاص عشان ترتاحوا، مع ان مش هترتاحوا اصلا. ايوه انا متهيألي حتى لو سيبنا مصر كلها ومشينا بره مصر خلاص والله ما ترتاحوا، مش هترتاحوا، لان طول ما احنا موجودين في اليوتيوب هتفضل انتوا الحقد بقى شغال، والحقد بقى بيوصل لكره، بيوصل لغل، بيوصل ان انت ممكن لمؤاخذه تموت اللي قدامك. ما هو الحقد كده، هو الحقد كلام بس، لا ده الحقد بيوصل كمان لغل لدرجه ان انت ممكن توصل تموت اللي قدامك. بس معلش يا ابو ايه ده ما بقى ده منفعل. اصل انتوا مش فاهمين الكلام اللي قال ايه ده. بيقولوا مادام بتقول ان انا اللي اشتريت لهم البيت، ليه انتوا عمركم سمعتوا قبل كده ان في حد بيشتري لحد بيوت؟ اشتري بيت على بعضه لحد ليه يا مليونيره انا؟ وبعدين انا لو معايا في ان انا اشتري ما تاخذونيش، يعني خلينا واقعيين، ما انا اشتري لاولادي
صح ولا غلط؟ ما هو ده بيت عيلة، هيبقى بكرة وبعده مش ليا، مش لابو ادم، لاخواته كلهم. ازاي انا اروح اشتري لهم هما بيت؟ اشتري بيت ازاي؟ انتوا ناس غريبة جو. قال ده بتقول قال ان البيت ده اشتريته لهم. انا لا قلت يا اخت انا اشتريت لهم بيوت، ولا قلت انا بشطب لهم من فلوسي، ولا قلت اي حاجة. انا قلت تعالى اوريكم البيت الجديد بتاع حماية والكلام ده حماتي. برضه خلي بالكم فاكرين، يعني متابعينا الناس المحترمة اللي متابعيننا من زمان وفاهمين وعارفين، مش الاتنين تلاتة الحاقدين الحاسدين اللي بيغبصوا دول. متابعيننا انتوا فاكرين لما كنا احنا شغالين من فترة انا ومراتي في بيت ابويا، لما بيضنا وعملنا شوية بلاط، فاكرين لما كنا بنقولكوا هنفرش ونجدد الحمام زي ما انتوا كنتوا شايفين الحمام منظر وحش قوي، البيت اللي هو اتباع ولسه ما تسلمش لحد النهارده، خلي بالكم هما لسه ما نجالوش اصلا. تمام. ليه وقفنا الشغل في البيت ده؟ بسبب برضه الخبص. أيوة. الخبص خبص لا مؤاخذه مننا فينا، يروح واحد او واحده يروح كاتبين لك كومنت، ويروحوا واخدين سكرين الكومنت قبل ما نحظره، ويروحوا باعتينها واتساب. هو ما يمسح الكومنت من عندنا، هو مهمته خلصت انه تصور، هو يتكتب واخد سكرين ويروح باعته وخلص الكلام. هيخليه يعمل بوي ما يتحذر. واحده تمسك لي التليفون وتقول لي خدي مش عارف اتفرجي، خدي ده بيقولوا كذا، ده خدوا بيعملوا كذا. هو ده اللي انتم بتعملوه ده. وبعدين احنا بعتنا قال مش عارف ايه عشان يشتروا، تبعتوا في حد ما يبعت لحد لا مؤاخذه فلوس يشتري بيوت. وانا كنت اشتري النفس، انا اشتري الغير ليه؟ وبعدين حتى لو حد لا مؤاخذه لو جه في يوم من الايام وحد بعت، ما كناش شغالين لنفس لاولادنا اولى. صح ولا غلط؟ ما خلينا واقعيين بقى. انا اشتري الغير ليه؟ ما انا اشتري لاولادي، اشتري لادم بيت اخليه له المستقبل. صح ولا غلط؟ اشتري لعبد الرحمن، ما الله اكبر ربنا يخليهم لي، بكره هيكبروا ويبقوا رجاله، مش محتاجين اماكن برضو يعيشوا فيها. ده انتوا ناس غريبة. وبعدين انتوا انا عايزة افهم، ما انتوا اللي عندكوا عندي، هو ايه اللي انا عندي زيادة عنكم؟ ما انتوا ربنا كرمكم في الديرة بدل البيت بتجيلكوا 2 و3 و10 وناس ما تشتري اراضي برضك. فربنا كريمكم وعندكم كتير جو، وعندكم بهايم وعندكم ذهب وعندكم بيوت وعندكم كل حاجة. ايه اللي خليكم؟ انا عندي غير هو البيت، هو البيت اللي حلتنا. مركزين ليه معانا؟ هو اللي حلتنا البيت بس، انما انتوا عندكم كل حاجه، عندكم بيوت وعندكم بهايم وعندكم ارض وعندكم كل حاجه. واللي ياخد الكلام ده على نفسه يبقى انت منهم. بس يبقى انت منهم ان كنت انت ولا انت، وهتاخد كلامنا ده على نفسك يبقى انت منهم. انتوا اللي شغالين علينا ايام كنتوا في مين ولا موجودين فين. صح كده. بس واحنا عايزه اطمنكم واقول لكم انتوا ما تفرقوش معايا بالمره. بس انا حبيت بس، اصل عم طلع دخل في الفيديو كله يعني زعلان، فانا حبيت بس ان انا اوضح وجهه نظره، وعايزه اعرفكم هو متنرفز ليه. والله العظيم انا كان نفسي اسيب لكم الفيديو ده، اقسم بالله كنت هتقولوا ياه انت خذلتنا بقى، احنا بنقول لك روح تسلط عليه وما تسلط علينا احنا. اصلا ده مش راجل يعني، مش ابن يوم ولا يومين، ده عنده فوق 70-80 سنة يعني، مش عايل هينجر ورا كلام كنتوا. والله العظيم يلا شغل خبص هم والله. على فكرة يا جماعة الطوب ده كمان حتة الارض ده هنحوطها بتاعتنا. يلا الشارع كله هنحوطه. الشارع كله. يلا قولوها بقى عيد عشان يلا ما كله ما يتكلم مش معنينا. يلا اشوفكم على خير، مع الف سلامة.